اليوم ما بعد داعش، كل هالسوالف ما بعد داعش، بدأنا بقضية اسطنبول والحراك الإقليمي تجاه السنة. الشيعة أيضا نسمع همس أن هناك حراك إيراني لجمعهم يعني وخلق جزء من المصالحة بين المالكي والصدر وترميم الأوضاع في الوضع الشيعي. الأكراد عندهم مشاكل، الخارطة بعد الموصل. لا دقيقة، شوف حتى أفيدك حتى لا أسئلة وتصير وبعدين تقول خلص الوقت. أنت قلت إيران تأثر على مقتدى الصدر. لا ما تأثر، تحاول بس خذها واترك الباقي، ذب أسئلتك على صفحة. عيد لي هذا السؤال نفسه حتى أجاوبك عليه بمعلومة تفجرهم تفجيرا. زين، أنا ما قلت لك تأثر، قلت محاولة للصلح بين المالكي ومقتدى الصدر. زين. فهذا هو اللي يدور. ب 2000 بعد الاحتلال الامريكي ومقتل ابن الخوي، ارسل بلير مندوب الى الكويت، وكنت انا هناك، وطلب ورئيس الوزراء الكويتي او وزير البلاد ناصر المحمد مني انا التقي به، فالتقى بي وتكلمنا عن، وكانوا خايفين من 300,000 واحد هم بدر وين رح يروحون. قلت له ماكو شرفهم. تشوف في ذلك الوقت محمد باقر المهري العلامة ممثل الخامنئي بالكويت بعث ابنه أحمد أتذكر للفندق، دعاني إلى دعوة غدا. رحت يمه لقيت رجل من إيران قال لي ممثل السيد الخامنئي، وطلب مني ابن أحمد أن ينصرف. فكنا على الغداء ثلاثة، محمد باقر المهري والرجل الإيراني اللي نسيت اسمه وأنا. كان الموضوع هو كيف يتصرفون مع مقتدى الصدر بعد مقتل الخوي. شنو كان رأي باقر المهري أن يقتل اليوم قبل الغد والسيد مقتدى الصدر، لأنه يشكل ظاهرة خطيرة على الشيعة هناك. وكان ممثل الخامنئي يستمع للنقاش فقط بيني وبين ولم يتدخل، كان يسجل. أنا رأيي قلت له هاي جريمة كبرى وادرسوا ظروفها، والفرق بين واحد مقيم في البلد هناك ويدفع الثمن وبين واحد حاط له مركز في لندن. هذا الصراع صار بين المقاتل في البلد والمقاتل خارج البلد، وهذا في كل دولة تصير في العالم. ده شو ما يجوز هاي الشغلة تصير. وبقي مصرا محمد باقر المهري على قتله. قلت له لا، الفضل التفاهم وياه. وذهب الرجل إلى إيران، وإيران إلى خامنئي، ويبدو أن السيد الخامنئي أخذ برأي أنه ما يقتالوا للسيد، ما يأخذون برأي المهري. أما المهري فلم يلتزم برأي السيد الخامنئي وبقي يكتب، فكتب بالسياسة أن هذا السيد المقتدى يجب أن يقتل الآن قبل الغد. تشوف، فإيران إذا ما قتلت السيد مقتدى فهي ليست صديقة له، لكنه قدرت أنه معمم وابن عائلة كذا وأبوه كذا اغتيل، فقد يصير مشكلة. وإلا كان الاجتماع هو مخصصا لتصفية مقتدى الصدر، وانتهى برأي السيد الخامنئي أن الأمر يترك وتجرى محاولات للتفاهم مع هذا الشاب وفقا لمبادئ مشتركة. ويبدو، أنا ما أدري، يبدو أن هذا الأمر هو اللي صار في لاحقا. نعم. أما المهري فاستمر يطالب بإعدام أو باغتيال السيد مقتدى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.